السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين اللي لسه ما خزنش الورق العنب بطريقة المصانع؟ هنعمله النهاردة بطريقة المصانع واحلى كمان، ولما تجربيها تعرفي ان دي احلى طريقة لتخزين الورق العنب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هنا جبت الورق العنب وقطعت العيدان بتاعته وحطيته نقعته نص ساعه في ميه وخل، وبعد كده غسلته بميه نظيفه كتير جدا، يعني نقعيه نص ساعه كده عشان ينزل الطين والحاجات اللي كانت اللي فيه، وبعد كده اشطفيه تحت ميه جاريه. بعد كده بتجيبي البرطمانات اللي انت هتحطي فيها، البرطمانات دي بتحطيها في ميه مغليه على النار وتسيبيها تغلي لمده 10 دقايق بميه وخل، وبعد كده بتسيبيها بقى تنشفيها خالص من الميه خالص وتسيبيها بقى على جنب. هنا بقى جبنا الورق العنب الكميه اللي احنا عايزينها، بنحط لها بس شويه ميه سخنه عشان تدبل معانا، عشان نعرف نلفها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. لو ما حطيتيش الميه السخنه عليه عشان تعرفي تلفيه زي المحشي كده، بصوا بتلفيه زي المحشي بالظبط علشان تعرفي تحطيه جوه في البرطمان. لفيه بقى بالطريقه العاديه، مش هتفرق باي طريقه يعني انت عايزاها، مش هتفرق. المهم ان انت يعني بتلفيه كده بس باي شكل بقى انت عايزاه وتحطيه في البرطمان، وحاولي على قد ما تقدري تعصريه بقى من الميه عادي، بس احنا غاسلينه كويس جدا. مهم جدا يا جماعه ان انت تغسليه وتنقعيه شويه. الورق العنب بيبقى فيه طين كتير جدا، وبيبقى طبعا متعلق على الشجر في الهواء وكده. انا هنا بقى خلصت كل الكميه. بنجيب بقى حوالي 5 ليمونات، هنعصر 3 والباقي هنقطعهم طرنشات. ده حوالي لتر ميه، هنحط له 5 معالق او 6 معالق كبار ملح، وهحط له ربع كوبايه خل. ركزي معايا، مهم جدا ان المحلول اللي هنحطه على الورق العنب يكون حادق جدا، مهم جدا زي المخلل كده. عصرت هنا 3 ليمونات وقطعت 2 طرنشات كده. هقول لكم دلوقتي ليه، ونقلب وندوق. لو لقيتي الملح وربع كوبايه خل، لو لقيتي ما تكتريش الخل علشان الخل بيهري الورق العنب. ونقلب كويس وندوق، وبعد كده بنزود على الورق العنب لغايه ما ياخد كفايته. تفضلي تزودي لغايه ما تاخدي كفايته. بعد كده بتحطي الطرنشات اللي احنا قطعناها على الوش، وبعد كده بنحط معلقتين زيت صغنطتين بس كده، وبنقفلهم. ولسه في خطوه تانية، استنوا بس معايا. اهم حاجه تكون الميه مغطيه الورق العنب زي المخلل بالظبط. ومهم جدا الميه تكون مالحه جدا يا جماعه، لازم تدوقيها وتلاقيها ملحها عالي سنه زي المخلل كده. هنحط بقى صينيه على النار، بس تكون جرانيت، ما تحطيش ألمونيا لانها هتتبهدل وهتسود منك. تكون جرانيت او اي صينيه قديمه عندك. تحطي الميه تيجي الربع البرطمان كده زي ما انتوا شايفين، وكل شويه هتقلبي البرطمان يمين وشمال لحد ما تلاقي الورق كله اصفر. مهم جدا الخطوه دي. الخطوه دي بقى بتعمل ايه؟ الخطوه دي بتعقم لنا الورق العنب جوه، وبتخليه يستوي على البخار، وكمان بيتحفظ معانا من السنه للسنه. يعني انت تقدري تحفظيه سنه، وممكن كمان بره التلاجة. بس انا انصحك وهقولك في دلوقتي هتعملي ايه بعد ما يبرد. انا بعمل كده. بصوا هنا ما شاء الله ال3 برطمانات الورق اصفر بقى كهرمان. بصوا هوريكم شكله دلوقتي، طبعا سخن جدا يعني. خد على النار حوالي ساعة على نار هادية خالص. بتسيبيه بقى لغاية ما يصفر من كل الاتجاهات، وتتأكدي من الموضوع ده. ما تشيليهوش ابدا من على النار غير لما تلاقيه صفر كله، ما تلاقيش ولا ورقة خضرا خالص في البرطمان. خلاص بس كده. خلاص كده بقى جاهز معانا الورق العنب، يقعد معانا من السنه للسنه. عايزه اقول لكم ان الليمون ماده حفظ والملح كمان ماده حفظ، تحفظه لك من السنه للسنه، وتفضل الميه جوه البرطمان لحد ما تيجي تاخديه. عايزه اقول لك بقى على معلومه مهمه، بتسيبيه يبرد تماما على الرخامه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده بتحطيه في اخر رف في التلاجة من جوه كده. يعني حطيه، او ممكن تحطيه في المطبخ، بس انا نصيحتي ليكي لان الحر داخل عشان ما يعملش عفونه من فوق، وربنا يحسن ما بين ايديكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشير.